قناة العروبة، ثقافة شعب وملحمة وطن. حياكم الله مشاهدينا الأحبة، مشاهدي قناة العروبة الفضائية المصرية من بغداد الحبيبة. احنا اليوم موجودين حتى ننقل تهاني وكلمات المواطن العراقي لفضائية مصرية تنقل معاناة وتنقل هموم وآراء وكل ما يحدث اليوم في العالم العربي. احنا اليوم موجودين في بغداد الحبيبة وراح تكون هاي التغطية. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو تحبين تقولين بمناسبة افتتاح بث قناة العروبة المصرية؟ أول شيء أهني قناة العروبة بمناسبة افتتاحها، وإن شاء الله تكون متواجدة بكل بيت عراقي، وإن شاء الله تنشر المحبة والسلام بالعراق. شكرا. بتعرفين هي قناة تحمل شعار ثقافة شعب وملحمة وطن، وتنطلق من مصر الحبيبة حتى تكون في كل بيت عربي. شنو تحبين تشاهدين من برامج ومن محتوى لهذه البرامج عبر هذه الفضائية؟ والله الشعب العراقي أكيد شعب مثقف يحب كل شيء جديد ومتنوع، وإن شاء الله تدخلوا لنا الأشياء الحلوة لبلدنا، وإذا تكون القناة راح تنعرض بالعراق أكيد راح تكون تلاقي نجاح وموفقية، لأنه شعبنا شعب متنوع من جميع الفئات ويحب كل شيء جديد وكل شيء يدخل له بمعلومة جديدة أو بإضافة جديدة لحياته. شنو البرامج اللي أنت تفضليها؟ والله بالنسبة لي كمرأة أحب البرامج اللي تكون تخص المرأة من ناحية الجمال والثقافة كل ما هو متطور وجديد. العفو. ما زلنا متواصلين وياكم مشاهدينا الأحبة، ونقل تهاني وأمنيات المواطن العراقي في بغداد الحبيبة في قناة العروبة، ونرحب بالأخت. مرحبا. أهلا وسهلا. شنو تحبين تقولين بمناسبة افتتاح بث قناة العروبة؟ يعني أول شغلة أهنئكم إن شاء الله بافتتاح هاي القناة، وإن شاء الله من تألق إلى تألق والموفقية إن شاء الله وبس. شنو أكثر البرامج اللي تفضلين إنه أنت دائما تشاهديها في أوقات فراغك؟ هي يعني أكيد البرامج اللي تهتم بالمرأة وبثقافة المرأة وبثقافة المجتمع، يعني هي أكيد هاي البرامج اللي نحب نشاهدها هسه بهذا وقتنا. شكرا. مشاهدينا الأحبة، مستمرين وياكم في نقل تهاني وأمنيات المواطن العراقي في بغداد الحبيبة، رافقونا. إذن مشاهدينا الأحبة، متواصلين وياكم بنقل آراء المواطن العراقي بافتتاح فضائية العروبة المصرية اللي هي تعتبر ثقافة شعب وملحمة وطن، ونرحب بالأخ. مرحبا. حبيب قلبي حمودي. علي حسام، ناشط مدني في فريق الأفندي العمل التطوعي. نحب نقول لكم مبروك على افتتاح قناة العروبة، وإن شاء الله القناة تكون من نجاح لآخر، وأقدم لك تهنئة حبيب قلبي زميلي حمودي، كون عملك أنت أحد المراسلين في هذه القناة، وإن شاء الله مبروك على القناة. شكرا لك. علي، أنت كشاب عراقي وشاب عربي، شنو البرامج اللي أنت ممكن تفضل أنه تشاهدها على هذه القناة؟ خلينا نقول احنا كشباب شبه مبتعدين عن السياسه، ما نحب نشاهد البرامج السياسيه، نحب نشاهد البرامج التوعويه، البرامج الثقافيه، البرامج خلينا نقول الفاشون، الكوميديه، هذين الرياضيه، احنا كشباب ما نحبش برامج. حبيب قلبي. مشاهدينا الأحبة، متواصلين وياكم وتهاني وآراء المواطن العراقي، رافقونا. ثقافة الشعب وملحمة وطن هو شعار اتخذته قناة العروبة الفضائية ليكون صوتا في العالم العربي. انتظروني من العراق الحبيب لأكون صوت المواطن العراقي عبر فضائية العروبة. من بغداد، محمد الأفندي، العروبة الفضائية. قناة العروبة، ثقافة شعب وملحمة وطن.